نجوى، بتفكري في ايه؟ وانت معايا ما بفكرش في حاجة تانية غيرك يا هاشم. ولما بكون بعيد عنك؟ انت طماع في الحب بس. يا بخت الناس اللي ساكنين على النيل. تعرف ان ده كان حلم من احلامي وانا صغيرة. هاشم، اتأخرت على العيادة. صحيح. ازيك يا حاج؟ عملت ايه في شقة مصر الجديدة؟ لا لا لا، انا عدلت عنها. خلينا في الشقة اللي على النيل. ايوه، اللي في كوبري الجلاء. بلغهم اني وافقت على طلباتهم كلها، وشوف هيجهزوا العقد امتى. مع السلامة يا حاج. الو، مين يا فندم؟ انا رحاب. رحاب مين؟ بتاعة الجزمة. بتاعت الجزمة؟ افتكرت. لكن عرفت النمرة دي ازاي؟ دي نمرة سرية. وايه يعني؟ انا بتاعة النمر السرية. قولي، عجبتك الكرافتة؟ شيك قوي. على فكرة دي اول مرة اشتري كرافتة رجالي. انا ما بحبش الرجالة اللي يلبسوا كرافتات. اقدر اشوفك عشان اطمن على ذوقي؟ يا مدموزيل رحاب، تقدري تطمني على ذوقك. ذوقك حلو قوي، بس في الحقيقة أنا مشغول جدا وما أقدرش أشوفك. ميرسي على الكرافات. أوريفوار. صباح الخير يا نجوى. صباح الخير. خلاص يا سيدي، اشتريت لك كل اللي انت عايزه. لسه فاضل المسدس. ليه؟ ما انا جيت لك اهو. هتضرب نفسك برصاص ليه؟ المرة دي هضربك انت. لو قلتي عايز أروح. مش هروح. انكتب لك عمرك ده. تحب نروح فين بقى؟ هوديكي محل خصوصي عمرك ما شفتيه. طيب. يا إلهي يا إلهي يا مجيب الدعوات، اجعل يوم سعيدا وكثير البركات، وأنر عقلي وقلبي بالعلوم النافعات، واملأ الدنيا سلاما شاملا كل الجهات. شاطر يا مجدي. فعلا الولد لخاله. تعالى يا حبيبي لما ابوسك. وانت في سنة ايه بقى؟ تالتة أول. برافو. ولازم تالتة أول يعني. بس في الحقيقة هو أول الفصل، مش كده يا مجدي؟ ولا الأول ولا حاجة، ده بيطلع الأخير. لا والله أنا بطلع الأول. اخص عليك يا هاشم، ما تزعلش يا حبيبي. أنكل هاشم بيضحك معاك طبعا الأول. أنت بتحب الأطفال يا نجوى؟ قوي، بموت فيهم. ده ولاد بقى هيطلعوا يتجننوا. لأمهم طبعا، ولا إيه يا هاشم؟ طبعا طبعا. الله، جرى إيه يا سي مجدي؟ أنت هتفضل تعب طنط نجوى كده ولا إيه؟ لا أبدا، ده لطيف قوي. وهو كمان يظهر عليه حبك قوي، ومش هيقدر يستغنى عنك. عشان كده لازم تيجي يوم في الأسبوع الجاي نقضيه مع بعض طول النهار. إن شاء الله. ويا ريت تجيبي ماما معاكي. تحبي أصناف إيه بقى عشان أعملها لك؟ ميرسي يا مدام مديحة، كل حاجة كويسة قوي. أنا مش عايزاكي تعملي تكليف، اعتبري نفسك واحدة مننا. متشكرة. لحظة واحدة. اتفضلي. دقيقة واحدة. ايه رأيك؟ مبروك يا هاشم، عرفت تنقب صحيح. أنا طول عمري كنت خايفة لا تندب وتقع على رقبتك. ما تخافيش عليا، انت عارفة اخوكي طول عمره عنده ذوق. ألف مبروك. ألف مبروك.
يلا بينا يا هاشم، انا اتاخرت قوي. كده على طول؟ معلش، المره الجايه ان شاء الله. مستنياك الاسبوع الجاي. حاضر. مع السلامه. الله يسلمك. نجوى، تعالي. نعم. كنت فين طول النهار؟ دي عمال تعمليها برضو؟ والله ما انت جايباها البر انت وسهاشم بتاعك ده. ايه اتخانقتوا؟ يا اختي الف نهار ابيض. عبد الفتاح بيه في الصالون، خشي له. تعبانه. تعبانه من ايه؟ ها؟ هاش عامل لك حاجه؟ مد ايده عليكي؟ اوعي يكون لمسك. يا ماما عزيزه ارجوكي. ايه؟ هو فتح بقى شرابة خرج ولا ايه؟ مش كفايه شايفك طول النهار بره البيت وساكت؟ ولا هو يدفع والتاني يحب؟ خشي له. خشي. حسن، في حاجه شغلاني وعاوزه اقولها لك. تحت امرك يا حبيبتي. انت مش ملاحظ ان الخطوبه طولت وخرجنا مع بعض؟ الناس واحنا ابتدت. مالنا ومال الناس دول مالهمش شغل غير الكلام على بعض. طب نحدد ميعاد لكتب كتاب. مينو، انا كمان عندي حاجه شغلاني وعايز اقول لك عليها، بس خايف تزعلي. ازعل؟ ازعل ليه؟ انا سمعت انك تعرف واحد اسمه الدكتور هاشم. حسن، انا فعلا كنت اعرف واحد اسمه الدكتور هاشم وكنت بحبه، لكن دي حكايه انتهت من زمان، من قبل انت ما تخطبني. مينو، ما عندكيش فكره قد ايه انا معجب بيكي عشان قلتي لي الحقيقه. دلوقتي ما بفكرش غير في حياتنا اللي جايه وفي بيتنا. طبعا يا روحي، انا ما يهمنيش الماضي، انا مش شايف في عينيكي غير المستقبل. طب وانت ليه مش عاوزنا نحدد ميعاد كتب الكتاب؟ شوفي، زي انت ما كنت صريحه معايا انا كمان هكون صريح معاكي. اهلي لما عرفوا بموضوع الدكتور هاشم ابتدوا يعرضوا في جوازنا. يعرضوا؟ وانت ليه ما تفهمتش معاهم؟ طبعا هتفاهم معاهم وهقنعهم. سيب الحكايه دي على الله عليا، بس اصبر عليا شويه. عندك ايه؟ انا دلوقتي اقدر اقول اني اسعد انسان في العالم. شايفاني ببالغ؟ طيب نسيب العالم في حاله، انا اسعد انسان في الجيزه كلها. ممكن اعرف سبب السعاده دي؟ تعالي. انا لقيت شقه هنا، اظن مليون واحد دلوقتي هيحسدوني، ولو عرفوا انا خدتها ليه هيحسدوني اكتر. ليه؟ تعالى يا حبيبتي. خدتها الاتنين بيحبوا بعض وبيحلموا بشقة على النيل. ده الليفينج روم، الأوضة الوحيدة اللي هفرشها مودرن، والباقي كله هيبقى ستيل. هنا الريكوردر، هعمل له دولاب في الحيطة. تعال. دي أوضة الكتاكيت، سرير صغير هنا وسرير تاني هنا، وممكن نحط هنا سرير بدورين. أصل أنا أحب تربية الكتاكيت أوي. على فكرة مديحة بتسلم عليكي وعاوزة تشوفك. كل حلم حلمت بيه في حياتي حققته لوحدي،
العيادة، الشهرة، الفلوس، الحلم الوحيد اللي فاضل مش هقدر احققه لوحدي. لازم تشاركيني فيه يا نجوى. هاشم، كفاية أحلام بقى، خلينا نرجع للواقع. اللي انت شايفاه ده هو الواقع. ده واقع، ده الواقع. بس في واقع تاني انت مش شايفه. بص قدامك، بص لي أنا. ايه رأيك في الفيلا بتاعتنا عظيمة. وعربيتي؟ هايلة. هو ده الواقع اللي انت مش قادر تشوفه. هاشم، أنا في راجل تاني في حياتي، راجل بيصرف عليا، راجل اسمه عبد الفتاح. عمك؟ فيها ايه لما يصرف عليكي؟ عبد الفتاح مش عمي، أنا عايشة معاه، هو اللي بيدفع. يعني ايه عايشة معاه؟ عايشة معاه بورقة. ماما عزيزة بتسمي ده جواز عرفي، والناس بيسموه حاجة تانية. وانت ايه رأيك؟ شفت بقى الواقع اللي انا عايشاه؟ تحب اقولها لك بصراحة اكتر؟ انا بتاعت عبد الفتاح يا هاشم. تفتكر بعد كده انفع اكون مراتك؟ ليه؟ وليه انت ما سبتنيش اعيش في الخيال؟ ليه فتحت عيني على احلام ما اقدرش احققها لك؟ ليه عرفتني باختك؟ ليه وريتني حياة نضيفة انا عايشة محرومة منها؟ انا مش بتاعت جواز. تعالي يا مينو، اتفضلي. ده بيتك. لا مؤاخذة يا مينو، الشقة مش متوضبة. هنعمل ايه؟ دايما شقة العازب بتبقى كده. اهو. معلش، بكرة تتوضب. يا اهلا وسهلا. ساكن هنا بقالك كتير؟ مش قوي، عشان الموبيليا مش ولا بد يعني. لا ابدا، مش قصدي. بكره تنوري لي البيت وتغيري لي ده كله. انت عليك تقولي عايزه ايه وانا عليا نفس. تشربي ايه بقى؟ ولا حاجة، يا دوب نروح دلوقتي. يلا بينا. معقوله دي؟ اول مره تيجي تزوريني وما تشربيش حاجه؟ معلش انا مش غريبة. تحت امرك. ميرسي قوي على الزياره القصيره دي. ميرسي. مين؟ بتفكري في ايه؟ اتفقت على ايه مع مامتك واخواتك؟ احنا مش اتفقنا نصبر شهر ولا 2؟ ايه اكتر من كده؟ احنا بقالنا 6 اشهر مع بعض يا حسن. المهم انك تكوني واثقه فيا. واثقة؟ هو في اكتر من كده ثقة؟ حسن هنتجوز امتى؟ طب ما احنا متجوزين يا روحي، ناقصنا ايه؟ ناقصنا الورقة والمأذون ونتجوز قدام الناس. الورقه وهتتكتب. حسن ارجوك اوعى تكون بتلعب بيا. انا؟ الله يسامحك. الحب ده كله وتقولي لي كده برضه يا مينا؟ حسن ما تزعلش مني، انت لازم برضه تقدر ظروفي وتقدر الوضع اللي انا فيه. اعمل لك ايه بس يا مينو؟ انا عايزك تثق فيا. هنتكلم تاني في الثقة.
مينو، أنا بحبك وما أقدرش أستغنى عنك أبدا. يا حبيبتي، يا خطيبتي، يا مراتي.